السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الحلوى بارده ديال الثلاجه بدون فرن. المقادير سهلين وفي متناول الجميع ايضا. عندي هنايا الشوكولا 50 غرام ذوبتها. تقدروا تذوبوا الشوكولا بباب ماغي اولا غير في الفران اولا في الميكرووند. هنا عندي 100 غرام ديال اللوز، ها هو طحنته. هنا عندي كاس شاي ديال لا كريم شانتيي، ها هي. هنا عندي الكاكاو، وهنايا الكويطات اللي غادي نحتاج باش نزين. ها هو الكاكاو اللي استعملت هذا. انا هنايا ضفت الشوكولا حتى برد، زدتو على لا كريم اللي عندي، وضفت اللوز ايضا. دابا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضهم وغندخلها للثلاجه مده نصف ساعه حتى لساعه، باش عاد غادي نخرجها من الثلاجه وتجيني سهله باش نشكلها في هاد القوالب هادو. ها هي الحلوى من بعد ما خرجتها من الثلاجه بديت كنفندها في كاوبيل. النص ديال الكميه فندتو في كاوبيل والنص فندتو في الزنجلان اللي هو السمسم. ها هي على هذا الشكل هذا. بقاو لي هاد الجوج غادي نكمل بهم، وغادي نديرها في الثلاجه باش تزيد تبرد والشوكولا يزيد يجمد مع لا كريم باش كيجي المذاق ديالها زوين. ها هي الحلوى من بعد ما دخلتها للثلاجه جمدات خرجتها، كيجي الشكل النهائي ديالها على هذا الشكل هذا. يعني حلوة صحية وكيجي المذاق ديالها رائع بزاف، وسهلة التحضير، ما كتحتاجش يعني بزاف ديال الجهد او لا بزاف ديال الوقت. يعني سهلة وتقدري توجديها في وقت وجيز جدا. كنتمنى تكون الفكرة والوصفة نالوا الاعجاب ديالكم، وبحال دائما لايك وشير. يلا باي باي.